يعني عائلة بسيطة، سبحان الله، هي حامل وعندها طفلة 3 سنوات تقريبا، هي حامل قريب ولادتها، صار حادث على زوجها وتوفت في مصر. فبقيت خطية هي هذه المرأة بين تربية هذه الطفلة والجنين داخل بطنها إلى أن حانت الولادة. ما حد عند هذه المرأة، فقط أخوها، وعند عائلة يعني في غير مكان. فوصلت حالة الولادة إلى أن القضية صارت صعبة، صارت الولادة، لكنه المرأة وصلت حالة الوفاة. فقبل أن توفى أوصت أخوها، قال دير بالك على بنتي هذه 3 سنوات وهذا الجنين اللي تو صار الطفل. توفت هذه المرأة، سبحان الله، جهزوها ودفنوها. هذا أخوها امرأته للأسف يعني عند عادات سيئة، وأجلكم الله كانت خبيثة. فنقل هذه الطفلة اللي 3 سنوات أو 4 وهذا الطفل اللي تو صار المن إلى بيته. فهذه مرته من شافتهم قالت له احنا منا أطفالك وهوسة، وأنا أروح أبتدي بهذول، هذول ما أردك تجيبوا منا، أو إذا جبتهم أنت وياهم تطلع تروح تذبهم، وين دفنتهم ذبهم. بعد عناء طويل ما فات، قرر هذا أخوها للأسف أنه يأخذ هذه الطفلة اللي 3 أو 4 سنوات وهذا الطفل اللي تو صار وين، يوديهم القبر أمهم، على القبر يخليهم. فنقل هذه الطفلة وهذا الطفل الصغير اللي تو صاير وين، وضحهم على قبر أمهم بالمقبرة. حفرهم شلون الحفرة يعني كسد أو كنقرة، ووضحهم وطلع له خرخاشة انطاها لهاي البنية. قال لها هاي الخرخاشة من يبكي هذا الطفل، أخوك الصغير، حركيها الخرخاشة حتى يسكت وأنا شوية وأجيكم. هاي الطفلة ايش تفتهم، خلاها على القبر، على قبر والدته اللي اندفنت قبل ساعات، ودار وجهه وتركهم وشرد. يعني هذه القصة ينقلها دفان هذه المقبرة، هي هذه القصة. فعافاهم وراح، ما حد درى عنهم شنو صار بهم. حيوانات لربما تجي يموتون من البرد أو من الحار أو يموتون من العطش أو الجوع، ما حد يدري. هذا الدفان ينقل القصة، يقول أنا لمدة 15 يوم أسمع خرخاشة تخرخش. يقول كل ما أسمع هذا الصوت ما داري فد شيء يعني طبيعي وغيره، إلى أن انتابني الفضول أسمع خرخاشة متكرر، ما صار عندي حالة سابقا. بهالأثناء أجا صديق إلي قال لي يا بهاي القصة، قال له خلنا مشينا خل نروح نشوف لعله فد أمر. فراح هو هذا الشخص ويا صديقه 15 يوم إخوان، 15 يوم اجوا لقوا الطفلة وهذا أخوها الصغير حاطته بحضنها وتخرخش له. 15 يوم تنقل القصة. يقول تفاجأوا 15 يوم، شنو انتم هنا، شنو الطفل شنو هذا، شنو انتم هنا؟ قال له احنا هيك صار بينا، امنا ماتت وانا خالد جابني هنا وحط هاي الخرخاشه، قال لي هسه جي، وصار له كم يوم ما اجى. زين هذا استغرب الحاله، شلون انتم باقين هاي الفتره كلها بدون اكل بدون شرب، ما متحركين؟ الطفل كبران 15 يوم يكبر الطفل يعني. عمو انا تجيني يوميا امي ترضع هذا الطفل. قالت له يوميا امي تطلع من هذا القبر نفسه ترضع اخوي هذا الصغير وترجع، فاحنا قاعدين يمها على ما يجي خالنا.
قال له زين أنتم شلون يعني بالليل بالنهار؟ تدري شنو قالت لهم يا موالو؟ قالت لهم يجي رجل ذات شيبة بيضاء عليه ثياب من هذا القبر نفسه، ترضع أخوي هذا الصغير يعني بالليل بالنهار. تدري شنو قالت لهم يا موالو؟ قالت لهم يجي رجل ذات شيبة بيضاء عليه ثياب الجلالة والوقار يطعمنا يسقينا يؤنسنا هذه الفترة حتى ننام في حضنه. قال له أنا ما قال لكم شو اسمه؟ قال له نعم. قال لنا أنا علي بن أبي طالب أبو الأيتام مولانا علي مولانا علي يحضر كل يتيم 15 ليلة يداريهم أبو الحسن، 15 ليلة يغطيهم ينومهم. يقول هذا فعلا هذه القصة، يقول استغربوا راحوا اجوا علماء حفروا القبر لقوا أمهم أخذوا عينات، يعني هاي المشكلة صار وكأنه توها نائمة أو مدفونة وحليب في ثديها، إلى أن حاكموا هذا خاله وجرت القصة. أقول يا موالون طفلة في أحد البلدان حضرها أبو الحسن. أقول سيدي أين كنت ليلة 11؟ أين كنت ليلة 11 عندما نادى يا زينب بوي علينا الليال 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 أول ولا حرمة وغريبة ومالي اي ماجور ماجور. أقول سيدي أين كنت عندما نادت رقية عندما احترق ثوبها وتوجهت نحو الغريب ونادت جداه يا علي. وانا اصحاب الحوائج باب الحوائج امير المؤمنين صيح بصوتك يا علي يا علي. اويلي اويلي ابو الحسن اويلي ابا الحسن. تدري ضربه ورقيه وانت ابو اليتامى. احترق قلبك ها احترق قلبك ها. اقول لك فت قضية. الان انتم قاعدين هنا كلكم قاعدين معززين مكرمين، مجلس روحاني، ناس خدام كلهم اشراف، وانت براحتك معزز مكرم بإرادتك انت متوجه الى كربلاء. بس اريد اسألك سؤال، يا اللي يقبل الان تدخل وحدة من اخواته بهذا المجلس او تقبل واحد يقبل واحد تدخل زوجته بهذا المجلس؟ شلون بزينب اللي ما حد شايف؟ يا أبا الحسن تقل له صفين خيت العاد يوم بحرب، صفين بنات غدا بين أزلاء
والله صفين يتيمة بصف يتيمة شلون صفا يبجن كل غيور وبيحمي